ليلة عاشوراء، الوليدات كيلعبوا والناس فرحانين، ولكن غادي توقع واحد الجريمة اللي صدمات الحي كامل. اشنو وقع في ديك الليلة؟ وشكون اللي ارتكب الجريمة؟ وشنو سبب الجريمة؟ هاد الأسئلة كاملة غادي نجاوبكم عليها في هاد الفيديو. ما نطولش عليكم وندخلوا مباشرة في القصة. السلام عليكم. قبل ما نبداو القصة ديال اليوم بغيت نأكد لكم أن هذا المحتوى هدفه التوعية فقط، وما كنشجعوش على العنف والانتقام بأي شكل من الأشكال. خصوصا في نهار عاشوراء خاصنا نفرحوا ونحتفلوا ونردوا البال لريوسنا. دابا خليني نعاود لكم القصة اللي سالات بكارثة. غادي نرجع بكم لسنة 2014. كان واحد الولد سميتو مروان اللي في العمر ديالو 20 سنة، هو اللي عند الأم ديالو. ضرب عليه التمارة ملي مات الأب ديالو وخلى عنده 4 سنين. قراتو رباتو أحسن تربية، شد الباك ديالو وبدا كيفكر يخدم فاش ما كان غير باش يعاون ميمتو. راكم كتعرفوا يد وحده ما كتصفقش، وراكم عارفين المصاريف والاحتياجات. المهم مروان فاش ما كان عنده ما يدار كيوقف شويه في الزنقه بيد ما كتجمو من الخدمه. كان كيجمع مع ولاد حومتو وكيتوانس معاهم، ولكن كان ديما عنده خلاف مع واحد الولد سميتو حمزه اللي كان قدو في العمر. حيت مروان فاش سال القرايه ولا غير جالس في الدار وكيقلب على خدمه كيف قلت لكم، وكيطلب الله يفاجئ عليه. في هذاك الوقت كان مسكين كيوجد الماكله لميمتو وكيغسل لها كانوا شي موينات كيعاونها، حيت عارفه حتى هي كتخدم غير في الديور وكتجي عيانه مهلوكه وكتبغي طيح تنعس وترتاح. هو قال انا جالس بقى نوجد لها شي حاجه كيف ما بغات تكون غير خفيفه على قد المعرفه ديالو، ياكلها هو وياها حتى ترتاح. وديك الساعه تنوض توجد لهم الا جات بكري الغدا والا جات معطله توجد لهم العشاء. ولكن حمزه كان عارف هذا الشيء اللي كان كيدير مروان، وكان دائما كما كنقولوا حنايا كيشد فيه. هادي راه خدمه العيالات، هادي راه ماشي خدمتك، علاش انت كدير هكا؟ ويلي يلا غسلتي الماء عاد خرجتي معانا وسيقتي. المهم داك الشده للخاوي. مروان ما كانش كيعجبو الحال وما بقاش كيبغي يوقف معاه كاع، كان كيتهرب منه. ولكن حمزه طغى بزاف وما بقاش خلاه في اطار الضحك، ولا معيور وكيبقى يطيح منه قدام الدراري. مروان بقى كيتجاهلو وربي سهل في واحد الخدمه وخدم في واحد السوبر مارشي. كيبدا مع 8 الصباح وكيجي لدارهم مع 3 ديال العشيه. كيوجد شي حاجه كالعاده كياكل منها وكيخلي الوالده ديالو وكيتكا كيرتاح. هنا حمزه جاتو الغيره. علاش؟ حيت مروان كيف ما قلت لكم ولد مربي، قرا حتى الباك وربي سهل في هذه الخدمه. واخا هو كان الطموح ديالو اكثر واكبر، ولكن الظروف لا الماديه ولا المعيشيه ولا العائليه ما كتسمحش انه مسكين يوصل لهداك الشيء اللي كان عنده في البال ديالو. حمزه كان مسخوط مو، كان مشوه مو في الزنقه، وبعض المرات كان كيضربها كاع. كان مسخوط من المساخيط الكبار، حيت كاين مسخوط صغير اللي هو تنقول ليه مساخيط، وكاين مسخوط كبير، وهذا المسخوط الكبير هو حمزه. هاد التسميات اللي سميت دابا هادو بالنسبه للدنيا، اما الاخره كاين المسخوط الكبير كاين الصغير. المهم هو كان زايد نغزه، حيت كان كيضرب مو، كيعيرها، كيهرس عليها الماعن، كيتكرفص عليها، ومو حتى هي مشبعاه سخط. منين كتحل عينيها وهي كتسخط على هذاك الولد. دابا انا قلت لكم الفرق ديال التربيه ديال حمزه والتربيه ديال مروان، الفرق بيناتهم كبير. داكشي علاش ما كانوش كيتفاهموا. وهنا ما غاديش نلوم الوالدين، ممكن ام حمزه عانت مع ولدها وبغاتو يكون حتى هو احسن وافضل، ولكن هو اختار طريق ديال السخط وطريق البليه.
باش هنا كتوضيح ما نلومش الأم ونقول أن أم مروان عرفات تربيه وهي ما رباتوش، حنا ما عارفينش الظروف الحقيقية ديال أم حمزة، هذا كتوضيح فقط. ما عليناش. واحد النهار أم مروان كانت خدامة في واحد العرس بالليل، كتغسل مسكينة الماعن، ملي سالات ومشى الحال، وانتم كتعرفوا الأعراس المغربية ديالنا راه ما كيساليو حتى الصباح. المهم بنت مالي العرس هي وخوها وصلوها حتى للدار بالطوموبيل، وبقاو كيتسناوها حتى دخلات واطمئنوا عليها ومشاو فحالهم. ولكن شكون اللي غيشوفها؟ غيشوفها حمزة. حمزة كيبقى مع واحد الربعة ديال المساخيط فحالو في الراس ديال الزنقة، ما كيدخلوا لا بالليل لا بالنهار، جميع انواع المخدرات كيستعملوها. شافها، وفي الصباح يعني من فقوا الناس هو يطلق واحد الإشاعة خايبة على أم مروان، واتهمها في شرفها واتهمها بشي حوايج اللي هما ما كاينينش. مروان وصلاتو ديك الهضره وما عجبوش الحال، وتعصب وطلع ليه الدم، وهو كيعرف مو اشنو كتسوى. ولكن مروان ما واجهش حمزة، خلاه حتى لواحد النهار هو يتساطح هو وياه، كلمة من هنا كلمة من لهيها، شدو مروان عطاه قتلة ديال العصا، سلخو لدرجة أن حمزة ما بقاش قادر يوقف. سلخو مزيان، برد فيه كاع داك المعيار والسبان والإشاعات، المهم فدا فيه كاع داكشي اللي مدوز عليه. هنا حمزة مرضاش وبغى يفدي دقتو في مروان، ولكن ما قادرش يفديها فيه بالدراع حيت راه سلخو بحال ولا كيخاف منه. ولكن هو خدام معاه الخبث، عرف باللي مروان ضراتو الهضره الخايبه على مو وعليه، وهنا بدا كيخرج شي اشاعات على مو وعليه، وتيقول باللي مروان ما عندوش باه، وهداك اللي مات ماشي باه، وبلي راه كيغسل الماعن وكيطيب، وش لا هضره خرج عليه اللي ما عجبت حتى شي حد، وباللي أمة مروان غير كدعي الآداب وكدعي الأخلاق وكتبين أنها مرا معقولة، وهو راه عارف على شي حوايج اللي معروف حتى شي حد، وبلي هو شايفها في شي بلايص عفوا اللي حتى شي واحد ما شايفها، وهو أصلا عمرو ما فات راس الدرب، دائما في الحومة. هنا الجيران دخلوا على الخط، الناس اللي بعقلهم، وهضروا معاه قالوا لي هادشي اللي كدير راه حشومة، حنا كنعرفوا هاد السيدة مزيان وكنعرفوا راجلها الله يرحمه مزيان، وولدها تزاد قدامنا، بركه من هاد الهضره راه كتقلب على شي مشكل مع دوك الناس، راك حقرتيهم ولا حقرتيهم هما، راه حنا غادي ندخلوا. ولكن حمزه كيف ما كنقولوا دبانتو زنزنات. دابا كنظن عرفتو شنو سبب وقوع الجريمه، ولكن مازال ما عرفتوش شكون المجرم وشكون هو الضحيه. الا وصلتوا معايا حتى لهنا نبغيكم تكتبوا لي في التعاليق واش عرفتوا ضحية من المجرم قبل ما نقول لكم أنا. دابا نرجعوا ليلة الجريمة. ليلة شعالة راكم كتعرفوا الدراري كيلعبوا والعيالات كيطبلوا وكل شي فرحان، وكيشعلوا الدراري شعالة، وداك النهار جابوا بزاف ديال المسائل باش شعلوها اللي ما نقدرش نقول لكم عليها وكيفاش كيديروها، حيت اغلبيه راكم عارفين، وانا ما كنصحش بهاد الافعال الكارثيه. المهم كلشي خرج كيتفرج ومنهم مروان. ولكن ام مروان واحد اللحظه كانت جايه من الخدمه وهزه معها مسكينه واحد الصاك فيه شي حوايج وواحد البلاستيكه فيها الماكله. كانت خدامه عند واحد السيده من دوك الناس اللي كيديروا قناوه، وداك الشيء علاش كانت عندها كتغسل ليها الماعن وكتسخر عليهم حتى سالاو ديك الليله ديالهم. عطاتها عشاها كيف ما قلت لكم وشي حوايج كانت السيده جامعاهم ليها من قبل. مروان شاف الام ديالو مشى كيجري عندها، عاونها وهز معاها داكشي اللي كانت هزه في يديها، ودخلوا لدارهم. قلب الصاك لقى حويجات زوينين عجبوه، وقا ماكله سخونه جايبها ليه الام ديالو، كلاو وشربوا وخرجوا مساكن يتفرجوا بحالهم فحال جميع الناس. ولكن ما كانوش عارفين الكارثه اللي غتوقع ليهم.
حمزة شاف مروان أمو وكثرت فيه الهضرة بزاف وحشية الهضرة، وبقى كيقول بصوت عالي قدام صحابو باللي ماشي راجل. مو عاد جايه داخله وما قال ليها حتى شي حاجه، بالعكس مشى كيجري وهز معاه وعاونها في الوقت اللي هو ما عرفش حتى مو فين كانت. كنت انا كون درت ليها وكون فعلت ليها وكون انا ما رضاش بهذيك تكون امي. المهم هضره كثيره ما كاين لاش نقولوها كامله. وهو يختمها بواحد الضحكه استفزازيه، وعاونوه دوك المساخات اللي تيوقفوا معاه وسط اجواء عشوره والفرحه مشعاله. كبر صداع بين مروان وحمزه بشكل مأساوي، وسال هاد الخلاف بوفاة حمزة. حمزة وقت اللي وقع الشجار بينه وبين مروان حتى واحد ما عرفش كيفاش حمزة طاح وسط شعالة اللي كانوا الدراري مصاوبينها، وكانت شعالة كبيرة بزاف وتا واحد ما قدر يعاونو بسبب خطورة العافية كانت صعيبة. من بعد الحديث جات الشرطة بعد ما اعترف بلي دافع هو حمزة وما عرفش كيفاش حمزة حتى طاح تما. ام ديال مروان اللي ضحات بعمرها كامل باش تربي ولدها من بعد ما مات الاب ديالو لقات راسها ما بين ليله وضحاها كتعيش نفس الالم ديال الفقدان. غير راجلها تدفن في القبر وولدها تدفن ليها في الحبس. بدا الخلاف بكلمات جارحه دامت لسنوات وسالب مأساة لضياع جوج شباب. وبهكا تحولت ليلة عاشوراء اللي كانت عامرة بالفرحة والاحتفال عند الدراري والعيالات ليلة حزينة اللي حتى واحد في داك الحي عمرو غادي يقدر ينسى اشنو شاف ديك الليلة. صدر الحكم بالسجن على مروان سنوات طويلة، وهكذا ضاع مستقبل شاب كان قدامه العمر كامل بسبب غضب في الثواني. العبرة من هذه القصة أن التنمر والكلمات الجارحة كيدمروا النفوس، ولكن الغضب والانتقام ما كيحلوش المشاكل. حمزة خسر حياته بسبب لسانه والحقرة ديالو، حيت حقر مروان الأم ديالو. تخيلوا الأم ديالو كانت كتفكر أنها ترحل ولكن ما رحلاتش، ومكتاب هادشي كامل يوقع. ومروان خسر مستقبله بسبب لحظة غضب والدفاع ديالو على راسو. بغيت نقول لكم الا وصلتوا معايا حتى لهنا غادي نقول لكم راه القصه سالات، ونتلاقاو مع قصه جديده ان شاء الله. وإلا عجبتكم واستفدتوا منها نتمنى ما تنسونيش بواحد اللايك وتعليق بخصوص القصه، واللي ما مشاركش عندي في القناه يشارك ويفعل الجرس باش يبقى يوصلوا كل جديد نزلته على القناه. بسلامه.